خلونا نسمع مع بعض علشان تعرفوا الدولة بتدفع ثمن قد ايه وهي بتحقق لكم هذه الانجازات. يعني ما تحدثت به زوجة الشهيد محمد مبروك عن يوم استشهاد الزوج والأب. متولي ملف جماعة الإخوان من زمان، بس لما مسكت جماعة الإخوان الحكم نقلوه، لأن هو كان قوي جدا في شغله فكانوا عايزين يبعدوه. ودوه إدارة 6 أكتوبر، بس في الأمن الوطني برضه بعدوه عن الجهاز خالص. ويوم 30/6 يوم عزل مرسي رجع تاني الجهاز. قلت له أنا خايفة عليك جدا من ده، فقال لي العمر واحد والرب واحد، سيبيها على الله، أنا بعمل اللي عليا، أنا بقالي 2 تعبان، خليني بقى أرتاح، أنا بقالي 2 تعبان، خليني أرتاح، أنا تعبت قوي 2 دول. مش قصده النقل، هو من ساعة الإخوان ما مسكت ومن قبل الإخوان ما تمسك، وهو كان دايما بيحاول إن هم ما يوصلوش للسلطة، لأن هو يقول لي دول جماعة دموية بلا دين ولا أخلاق، متغطيين بغطاء النفاق والكذب، بيقول لي وهدفهم إن هم يقسموا البلد. فأنا مش نفسي إن هم ما يوصلوش للحكم، لو وصلوا للحكم تبقى البلد راحت. لا هو لسه كانت الشهادة دي في المحكمة، كان هيروح يشهد في المحكمة، لكن هي شهادته مكتوبة ومدونة وراح النيابة أكتر من 8 مرات ومتسجلة، وعرفت تفاصيلها من التلفزيون. وكان من قبل ما يستشهد محمد، والتلفزيون برضو كان عمال بيتكلم عنها كتير، اللي هي هروبه من وادي النطرون والتخابر. هو ما حكاليش اي تفاصيل فيها؟ لا ما حكاليش اي تفاصيل. وشهادته كانت في القضيه على ايه؟ ما هي كانت شهادته على هروب مرسي من وادي النطرون وعلى قضيه التخابر. بس هو كان خايف ان القضيه هي تخابر مع حماس والتخابر مع امريكا، هو كان خايف ان هي بس يرموها على حماس وامريكا ما تمشيش، هو كان قلقان من ده، كان كل خوفه من ده. بس انا كنت بشوفه دايما واخد كل حاجه على اعصابه، وكنت عارفه ان هو ماسك ملف الاخوان، فكنت بخاف ده، لكن هو ما كانش بيعمل فيه حاجه. يعني هو اللي كان نزل يوم القبض على خيرت الشاطر، وهو اللي جابه، بس ما قاليش، يعني ما قاليش ان هو اللي جابه. عرفت بعد كده من الكليبات اللي بتيجي في التلفزيون، انا ما شفتش، ما اعرفش، بقوم يبعتوها لي على الموبايل وهو كده بيشوف محمد مبروك. اول مره اعرف هو اللي جايب كذا حد من قيادات الاخوان وما قاليش حاجه زي كده. كان مش بيبقى عايز يقلقني ولا عايزني اخاف. الله يرحم محمد مبروك، والله يرحم شهداء الشرطة وشهداء الجيش وشهداء الشعب المصري من 25 يناير لحد النهاردة. والكلمة اللي هقولها لو فيها يعني ملمح ربما البعض ما يحبوش، لكن أنا بيتهيألي إن هي كلمة حق، وأرجو إن ربنا يوفقني فيها. الحقيقة لكل المجموعات اللي طول الوقت بتتكلم عن فكرة القصاص، كل مصر دفعت دما، وكل مصر دفعت الثمن دم. لو من 25 يناير ل 30/6 القوى المدنية اللي بتسمي نفسها قوى مدنية من أقصى اليمين لأقصى اليسار هي اللي ضحاياها هم كانوا عنوان لحظة الدم في هذا الوقت، فده حصل. ولو في 30/6 لحد فض حتى البؤر الإرهابية قلنا إن مات للأهل والعشيرة ناس زي ما هم شاركوا في قتل ناس في 25 يناير، فيبقى في دم. ولو قلنا علشان نرجع الوطن ونرجع الدولة فمات من الشرطة ومن الجيش، وكل يوم إما بيموت أو يصاب
فكل مصر دفعت ثمن دم. لسه هنقعد مجموعات تطلع مش لاقي حاجة تتكلم فيها عن حق البلد بشكل حقيقي غير ان هي تمسك في قماشة القصاص؟ هفكركم بالجملة اللي قالها أبو جيكا: قصاص المصريين يوم ما مصر تبقى دولة قد حالها كبيرة عظيمة العدل فيها هو العنوان، والعدالة الاجتماعية هي اللي بتدي لهذا الشعب فرص، على قد ما يجتهد يرتقي، على قد ما يعمل يكسب قوت، على قد ما يخلص في عمله يكسب فلوس ويعلي في البنيان. هو ده معنى القصاص يا مصريين. علشان لما يطلع لنا مجموعة من هنا ولا من هناك تدينا وعظ وتدينا تنظير تبقى المسألة واضحة. كل الشعب المصري دفع ثمن دم، وثمن الدم ده الدين هو اللي علمه لنا من أول سيدنا إبراهيم. فالقصة خلصت، وآن الأوان إن احنا في لحظة الشجاعة والقوة نواجه. الجميع دفع الثمن، ويبقى مضمون القصاص مش دم بدم، مش زي ما الأهل والعشيرة بيعملوا في شوارعنا في مصر خالص، ولا زي ما بيستهدفوا ناسنا اللي اتدفع عليهم ثمن والغاليين من القوات الخاصة ولا من اللي زي محمد مبروك وابو شقرة واحمد سمير، ولا من أفراد حتى القوات المسلحة. لأن معنى القصاص جوهره هو تحقيق العدل في البلد دي. أبو جيكا علمها لنا كده. علشان خلصنا، الأذن المصرية ملت حوار التنظير، القصاص القصاص القصاص. خلص الموضوع. بصوا على التفاصيل المهمة اللي تهم المواطن ده، وإلا الزمن هيتخطاكم، هتبقوا بره الحسابات تماما. انتوا بتتكلموا في عناوين قديمة خلصت، ومفهومكم ليها غير مفهوم أهلها، غير مفهوم أهلها.